تحليه كؤوس الشوكولا، تحليه خفيفه وبزاف بنينه وبزاف شابه. قد اللي نقول لكم صحاباتي الكو تاعها ماكمش رايحين تعرفوه حتى تسيوها. تجيب بسكوي خفيفه وما شاء الله. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. نصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه نبداو بها هي البسكوي. نحطوا 4 بيضات في البيتخا يضرب مليح مليح. كي يطلع لنا البيض كيما هكا نضيفوا 4 مغارف تاع السكر. في نفس الوقت البيض تاعنا يطلع لنا باه يجي البسكوي تاعنا خفيف ويجي يجي خفيف وما يجيش ثقيل بزاف. صحباتي هذا البسكوي تنجموا تسيوه في اي تحليه ولا في اي فيغين. ومن بعد كي تطلع لنا مليح مليح نديروا 2 ملاعق تاع فارينه، 2 ملاعق ونص كبار تاع فارينه و2 ملاعق كاكاو اللي تكون نوعيه جيده، ونديروا باكي نتاع خماره كيميائيه ونحبسوا البيتخان تاعنا. ومن بعد نزيدوا 4 مغارف نتاع الزيت. صحباتي سيو الوصفه تجي بزاف هايله، مام الكريمه تاعها بدون كريمه سائله وتجي ما شاء الله. ومن بعد نزيدوا ثاني 4 ملاعق تاع الماء وملعقه نتاع خل حتى نتحصل على خليط يكون هكا خفيف، يكون خفيف ويكون متجانس مع بعضه البعض. ومن بعد نحطوه في سنيوه عادي كما راكم تشوفوا صحاباتي. ولازم السنيوه تاعنا نكونوا وجدناها من قبل بالبابي وتكون السنيوه 30 على 40. صحباتي هذا البسكويت يقطع كميه بزاف كبيره ويجي تقولي مشرب ويجي خفيف، ماكمش رايحين تندموا فيه كامل. المهم نسووه كامل نديروه يطيب 10 دقائق قيس ما ينشف. نجيبوه هنا في البيتخا تاعنا كاس تاع شونتيي مع كاس تاع الماء يطلع مليح كما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيدوا 2 شيكولاطه اللي كنا ذوبناها عادي، شوكولاطه بالحليب شوكولاطه كلاصاج، ونديروها للشونتيي تاعنا ونزيدو نخلوها تضرب. صحباتي هذه الكريمه بدون كريمه سائله وتجي خفيفه وتجي ما شاء الله. ومن بعد ما طلعت لنا الكريمه وطابت لنا لا جينواز تنجمي تشمخيها بشويه نتاع شربتي الا كان نتا عندك، تنجمي تخليها عادي باسكو الكريمه راح تشرب منها وتجي ما شاء الله. ومن بعد نديروا طبقه بسكوي طبقه تاع كريمه ونديروا كابريز سائل. ومن بعد نجيبوا الجوز هنايا كنت طحنته خشين ودرنا عليها ثاني الكابريز. ومن بعد نزيدوا طبقه تاع بسكوي ونزيدوا كذلك طبقه نتاع الكريمه. نروحوا هكا حتى يتعمر لنا الفيغين تاعنا. تقدروا تنجموه ديروه في انيفرسير، تنجموا ديروه في حفله، تنجموا تبداو رايحين هكا خرجه خفيفه تنجموا توجدوه بالخف يجي هايل. وعندنا هنايا هذيك الشيكولا اللي زايدت لنا نديروا لها شويه تاع الحليب حتى نتحصل على شوكولاته ذائبه هكا سائله تجي واحد القوام ما شاء الله. صحباتي تبعوا الطريقه ماكمش رايحين كامل تندموا فيها. ومن بعد نديروه ملفو كيما هكا ونخلوه يبرد وتنجمي تقدميه مع اي حاجه. ما بقى نقول لكم مع السلامه، انتظروني الفيديو القادم ان شاء الله.